سقطت من على كوبري الحرفيين تشييع جثمان وفاة البلوجر إسراء روكا. ازيكم احلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. للي اول مره يتابعني ما ينسانيش باللايك، يشترك في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصله الجديد والترند. شيعت أسرة البلوجر إسراء الشهيرة بروكا جثمانها من مسجد أم المؤمنين وسط حالة كبيرة من الحزن والبكاء. وكانت لقت البلوجر إسراء روكا مصرعها أثر سقوط سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين بمنطقة النزهة، مما تسبب في وفاتها في الحال. وتلقت غرفة عملية النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بسقوط سيارة من أعلى كوبري الحرفيين بدائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ. وبالانتقال والفحص تبين أنه في أثناء سير سيارة اختلت عجلة القيادة، مما أدى إلى اصطدامها بالسور وسقوطها بشارع جسر السويس. وتبين مصرع فتاة شهرتها روكا، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء تحريات للوقوف على ملابسات الواقع. وكشفت التحقيقات الأولية عن الواقع أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى انحراف عجلة القيادة واصطدامها بسور كوبري الحرفيين وسقطت من أعلى الكوبري. وتبين أن السيارة شنجان الصيني فضي أحمر وتهشمت بالكامل. وفي سياق منفصل لقى شاب مجهول الهوية مصرعه أسفل عجلان القطار أثناء عبوره مزلقان الحادثة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو مع حضراتكم، مع السلامة.